التأمل في السما بالليل عادة ورثناها من آلاف السنين، واللي قدرت تلعب دور البطولة في نسج أسطورتنا النهاردة. الأسطورة اللي اتولدت من بين النجوم وهي الأسطورة الإغريقية أوريون أو أوراين، واللي اختلفت الروايات في سردها على مر الزمن. لكن النهاردة هنتفرج على أشهر الروايات دي وأقربها للأسطورة الأصلية. بتبدأ الأسطورة لما في يوم قررت الآلهة زيوس وبوسايدون وهيرمس زيارة الملك هيريس ملك مدينة هيريا، واللي يقال إنه كان ابن بوسايدون من الحورية ألسيون. وكان الملك هيريس مشهور بالغنى وكمان بالكرم، وده ظهر في حسن استقباله لضيوفه الثلاثة لما قدم لهم وليمة كبيرة فيها طور كامل. ولما أعجب ضيوفه بكرم ضيافته قرروا إنهم يحققوا له أي أمنية قلبه يتمناها، وأمنية الملك هيريس كانت إنه يكون له وريث لعرش مملكته. وفعلا اجتمع الآلهة الثلاثة واتفقوا على طريقة يحققوا بيها أمنيته، وده بإنهم جابوا الطور اللي اعتبروه رمز كرمه واللي جهزوا كوليمة ليهم ودفنوه في حفرة، وأمروه إنه يحفر مكانها بعد مرور فترة محددة من الوقت، واللي بعدها هتتحقق أمنيته ويكون له وريث للعرش. وفعلا نفذ الملك هيريس أمر بوسايدون وزيوس وهيرمس، واتولد له ابنه ووريث عرشه أوريون بطل أسطورتنا النهاردة. وبعد ميلاده قرر بوسايدون إله البحر إنه يمنحه هبات وقدرات خاصة زي الوسامة وكمان قدرة المشي على المية. لكن أكتر حاجة كانت بتميز أوريون واللي برع فيها من سن صغيرة كانت الصيد. أوريون كان صياد شجاع مفيش أي حيوان يقدر يهرب منه حتى المفترسات. ولما وصل لسن الشباب قام أوريون برحلة لمدينة تشيوس، الرحلة اللي هتغير حياته بشكل كامل، وده لأنه وقع في حب ميروب بنت حاكم المدينة أونوبيوب، وفعلا طلب إيديها من والدها الملك لكنه رفض طلبه. ولما ما قدرش أوريون ينساها قرر إنه يحاول يبهرها بقدراته في الصيد اللي ملهاش مثيل. وفي يوم قضى الليل بطوله يصطاد أنواع مختلفة من الحيوانات علشان يقدمهم هدية لميروب ووالدها الملك، لكنه برضه رفض طلبه للمرة التانية. ومع كده حاول أوريون إنه يكلم ميروب تاني ويقنعها بالجواز منه، لكن للأسف كانت هي في الأساس اللي رافضة طلبه مش والدها، وده لأن قلبها كان ملك فعلا لشخص تاني. وراحت ميروب واشتكت لوالدها الملك من محاولات أوريون المستمرة لإقناعها رغم رفضها، فقرر الملك إنه يتخلص من أوريون بالاستعانة بدينوسيوس رب الخمر، وده علشان يسكره ويخليه ينام نوم عميق، وبالتالي هيقدر الملك يتخلص من أوريون بكل سهولة. وفعلا قدر الملك باستخدام آلة حادة إنه يتلف عين أوريون تماما، وبعدها رماه لوحده على شاطئ المدينة. وبعد ما صحي أوريون وفاق اتفاجئ بإصابته بالعمى، وعرف اللي حصل له من الملك وغدروا بيه، وبدأ يسأل عرافين إزاي هيقدر يشفي عينه ويرجع نظره تاني، لحد ما واحد منهم قال له إن اللي هيشفي عينه ويرجع نورها هو أول شعاع شمس يلمس السما في النهار. وعشان يحقق ده كان لازم يسافر لمدينة في أقصى الشرق، واللي منها بيبدأ الرب هيليوس رحلته اليومية لنقل الشمس بعد ما أخته إيوس أو أورورا ترسم خيوط الفجر في السماء، وهناك هيقدر أوريون يشوف أول شعاع شمس زي ما طلبوا منه بالظبط. لكن المشكلة دلوقتي إنه ما كانش قادر يروح هناك لوحده وهو فاقد لبصره، وعشان كده قرر يساعده إله النار والحدادة هيفاستوس، واللي طلب من أوريون إنه يفضل ماشي في طريقه طول ما هو سامع صوت المطرقة بتاعته. وبعدها بعت معاه المرشد القزم سيداليون، واللي فضل على كتف أوريون يرشده في طريقه لحد ما وصل للبلد اللي بيبدأ فيها هيليوس رحلته. وفعلا رجعت عينه لطبيعتها ورجع له نظره أول ما نورت شمس هيليوس السماء. وطبعا كان أول حاجة فكر فيها أوريون بعد ما رجع له نظره إنه ينتقم من الملك أونوبيوب، لكن على ما وصل للمدينة كان الملك فعلا عرف بالخبر وقدر يهرب. ومع الانتظار الطويل تراجع أوريون عن فكرة الانتقام، وبدأ رحلة جديدة يتمتع فيها من تاني بقدرته الفريدة وموهبته اللي بيحبها الصيد. وهنا أعجبت بقدراته أرتميس ربة الصيد لدرجة إنها خلته مرافق ليها في كل رحلات صيدها. ومع الوقت اتطورت قدرات أوريون أكتر وأكتر، وبدأ يتفاخر بيها بشكل كبير، وكان بيقول إن مفيش أي كائن على وجه الأرض يقرر بس إنه يصطاده هيقدر يهرب منه مهما كان حجمه أو قوته. وده للأسف اللي هيتسبب في نهايته، لأن تفاخر وغرور أوريون الزايد بقدراته أغضب ربة الأرض جايا، واللي قررت إنها تبعت له عقرب ضخم عملاق علشان يقتله، وبالتالي هتثبت عجزه عن صيد كل كائنات الأرض زي ما كان بيقول. وفعلا بعد معركة كبيرة وملحمية بين أوريون والعقرب قدر العقرب يلدغ أوريون ويموته. ولما عرفت أرتميس بالخبر طلبت من زيوس كبير الآلهة إنه يرفع أوريون بين النجوم، وده علشان تخلد ذكراه وتخلي كل الناس تفضل شايفاه دايما في السماء. وده فعلا اللي بنقدر نشوفه في سماء الليل في شكل كوكبة الجبار، واللي بتعتبر أشهر مجموعة نجوم في السماء علشان النمط اللي مرسومة بيه، وهو نمط على شكل محارب قوي ماسك درع ولابس حزام من 3 نجوم. وبتعتبر كوكبة الجبار من ألمع الكوكبات السماوية، لدرجة إننا بنقدر
نشوفها بالعين المجردة. والمدهش كمان إن كوكبة الجبار بتختفي أول ما تظهر كوكبة العقرب الشهيرة، واللي نمطها بياخد شكل عقرب كامل بكل تفاصيله، وده اللي شفناه في طريقة وفاة أوريون اللي تمت على إيد عقرب جايا. وبالتالي ده اللي خلى أسطورة أوريون زي ما قلت في أول الحلقة تتولد من بين النجوم، وده لما لعب الخيال دوره في تفسير نمط رسمة كوكبة الجبار، وكمان وقت ظهورها واختفائها بالتبادل مع كوكبة العقرب، واللي خلى الناس تفسر ده بأن أوريون بيخاف من العقرب اللي قتله، وعلشان كده بيختفي أول ما يظهر. وفي نفس الوقت قدر الخيال يسيب لنا أسطورة جميلة قدرت تسافر وتوصل لنا على مر الزمن.